توقعات محدش طلبها مني. واتش ات. امبراطورية ميم عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، واتعمل زمان فيلم من بطولة الفنانة القديرة فاتن حمامة. المرة دي بقى المسلسل اتعمل من بطولة الفنان الفتاك صاحب الصوت الجذاب خالد النبوي. بالله عليك يا فنان، كفاية تمثل انك بتمثل، ها بالله عليك. بالنسبه للفنانه حلا شيحه، غيري العياده اللي بتعملي عندها الفيلم. بالنسبه لقصه المسلسل بقى، توقعي ان الفنان الجذاب هيتجوز الفنانه الجذابه. تفتكروا بالتخمين كده عيالهم هيكونوا ايه غير شويه فنانين صاعدين؟ برافو، ميان السيد ونور خالد النبوي. مسلسل متوقع مناسب لانه يشتغل في الباك جراوند وانت بتذاكر وانت شغال او وانت بتنام. اللي بعده الحشاشين، الطائفة التي أرعبت العالم. أتوقع إن المسلسل ده هيرقح على الجماعة إياهم، مع إن التاريخ بيقول إن دول ما يجوش تفة في دول، بس تمام يا أستاذ كريم عبد العزيز، تمام. المهم، بعد 16 سنة فرجة على المسلسلات المصري، أحب أقول لكم إن أي مسلسل تاريخي بيبقى جامد في البرومو بس، زي مسلسل السنة اللي فاتت بتاع الفنان الفتاك صاحب الصوت الجذاب خالد النبوي الإمام الشافعي، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. اللي بعده الكبير قوي الجزء الثامن. اللي بعده عتبات البهجة، عمي وعمك وعمدة مسلسلات رمضان كلها، الفنان يحيى الفخراني. المسلسل باختصار صانع محتوى ويوتيوبر كبير بس في السن. هسوي فولو ولايك وسبسكرايب فشخ. استغفر الله العظيم، قلت فشخ. هو كده قلتها مرتين ولا بتحسب واحده؟ جودر، قصه من الف ليله وليله. اول لقطه في البرومو روب الصباحيه لابسه الفنان القدير ياسر جلال. توقعي ان المسلسل بيحكي قصه من قصص الف ليله وليله، وطول المسلسل جودر هيبقى بيدور على كنز ما، كنز بقى في الرحله، كنز فلوس، محدش عارف، بس هو معاه الكنوز الحقيقيه، هو مش واخد باله. معاك جان شماشرجي، نور، والجميله جدا الفنانه ياسمين رئيس. وكما قلت سابقا يا حبايبي، المسلسلات المصريه التاريخيه جامده بس في البرومو. اللي بعده بابا جه، اكرم حسني ونسرين امين. توقعي ان الفنان اكرم حسني بيحل مشاكل المراهقين اللي بيحتاجوا فيها اهلهم، وهو غالبا كده هيبقى ابلكيشن اسمه بابا جه. ده تاني مسلسل متحمسه له بعد مسلسل عتبات البهجه للفنان يحيى الفخراني. المعلم، تتوقع المعلم يكون مين؟ محمد رمضان ولا احمد السقا ولا العوضي؟ جميع ما سبق غلط، الاجابه هي مصطفى شعبان اللي متجوز سهر الصايغ في المسلسل. وتوقعي كده ان هو تاجر سمك شال الحمل بدري بعد ما ابوه مات، وبنخوض معاه نفس اللي خضناه مع الفنانه القديره منى زكي لما لقت الجمبري فراوله، بس المره دي هو بيعادي الفنانه سلوى خطاب، يعني المعركه هتبقى اصعب. ولسبب ما غير معلوم الفنان لسه عايش في 2019 وبيقول جمل على نفس الوزن والقافيه فوق، احنا في 2024. اللي بعده الفنان احمد العوضي، اسمه عرب. توقعي عضلات، عرق، عصب، تعب، شنب، شغب، متغرقين في تستوستيرون. وعامة دي كلمات مفتاحية لأي سيناريست عايز يكتب لأحمد العوضي. اللي بعده صيد العقارب، الست الكل، الفنانة العالية الغالية، الفنانة غادة عبد الرازق. توقعي ان هي بتاخد حقها من عيلة كبيرة في مصر، وبالتحديد عيلة صعيدية، وطبيعي كبير العيلة يكون رياض الخولي. فانت تخيل معايا كده الفنانة غادة عبد الرازق قصاد الفنان القدير رياض الخولي. اللي بعده فراولة، الفنانة نيلي كريم عالمة طاقة، دجالة يعني. بتقلد مين بقى؟ التيك توكر ياسمين يسري. انا جميلة جدا جدا، انا رشيقة جدا جدا، انا ناجحة جدا 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 جدا. بيواجهها طول المسلسل الفنان صدقي صخر، وهو الجانب العلمي والطبي في الموضوع. ببساطة يعني العلم قصاد الجهل. ودي رابع تجربة كوميدية تاخدها الفنانة نيلي كريم. لو قلشت ما نحاولش تاني بقى يا فنانة، نرجع للكومفورت زون وتلعبي بقى ادوار نكد واكتئاب براحتك. اللي بعده بقينا 2. توقعي ان هما متجوزين وهيتطلقوا، وبنشوف بقى شقاوة الفنان شريف منير اللي انتهت من مسرحية كده اوكي، وشقاوة الفنانة رانيا يوسف المستمرة فشخ. استغفر الله العظيم، قلت رانيا يوسف. من توقعات محدش طلبها مني، مع الناقدة اللاذعة جدا طمطم.